السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. أخباركم إيه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن برنامج آه المشهور عنه إن هو بتاع PDF. معرفش الناس معرفش هو مشهور، الناس عارفاه ولا لأ، بس أنا شايفه يعني يستاهل الشهرة، يستاهل إنه يتعرف، لأنه مميزاته كتير قوي، والمفاجأة فيه إنه ببلاش، ما بتدفعش فيه مليم. البرنامج ده اللي هو اسمه أكسودو، ليه موقع على النت وليه ابلكيشن على مايكروسوفت ستور او المتجر بتاع مايكروسوفت على الويندوز، اسمه PDF ريدر باي اكسودو، XODO او اكسودو، معرفش بقى يتقال ايه. المهم البرنامج ده بيشغل كل او معظم حاجة الاوفيس، يعني باوربوينت، اكسل، وورد، بيقراهم. نركز في الحتة دي، بيقرا مش بيكتب. يعني ما اقدرش آه ما اعرفش، انا ما جربتش، بس انا عشان اريح دماغي انا عندي الاوفيس، وعندي هو للPDF، بما ان هو كويس قوي ومجاني. لسه في حاجات تانية كمان هقول لكم عليها، بس انا ما جربتش هو بيقرا ولا لا، هو قصدي بيكتب بيعدل واقدر اعمل عن طريقه ولا لا، لان طبعا الجزء ده هيبقى الاوفيس فيه احسن، او البرامج التانية لو حد بيستعمل برامج تانية اللي هي البديل بتاعت الاوفيس. طيب انا عملت كم ملف هنا كروكي كده علشان اوريكم اللي انا اقصده. ده باوربوينت، ده اكسل، وده الوورد، وحملت كتاب كده PDF عشان اوريكم بقية الحاجات اللي انا شفتها مميزة يعني. من مميزاته ان هو بيقرا، يعني مثلا ده كتاب 589 صفحة. انا ممكن اعمل select all. لا، ما بتتعملش. طيب ممكن مثلا اختار جزء، خلينا نقول بداية كلام من هنا كده، مثلا بداية باراجراف، واقول له يقرا الجزء ده. ازاي؟ لما انا بظلل عليهم كده او بختارهم كده بالماوس، بيطلع لي الشريط ده بتاعه. في هنا كوبي، في هنا دي تقريبا حاجات في الخط، ان انا مثلا اغير شكل الخط او احط الخط تحت الكلام وحاجات من دي. و ان انا ممكن اعمل له شير تقريبا العلامة دي، وفي هنا العلامة بتاعت الصوت اهي، ده هيبتدي يقراه. فانا هدوس عليها واسمعوا معايا. It may be easily imagined how great was our joy when, in turning over this manuscript, our last hope, we found at the 20th page the name of Athos, at the 27th the name of Porthos, and at the 31st the name of Aramis. يعني الكتاب ده كله ممكن يتقري مثلا، اسمعه في وقت قصير، مثلا ممكن نقول ساعة ولا ساعتين. تمام. آه زي ما قلت لكم هو مجاني. مثلا دي الباوربوينت اللي انا عملتها، فلو ادوس كليك يمين واقول له افتح بالPDF اهي، بالاكسود ده اهي، دي باوربوينت اساسا اهي. لو جيت وقفت عليها كده اهي، التايب، النوع مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن، نفس الكلام. وادي الاكسل، يعني انا ما كتبتش حاجه، انا بس حبيت املى كام رو كده وكولمز علشان تبان اهو، عاملهم زي ما هما. طبعا انا عملتها كروكي كده، بس انا متاكد ان هو بيقراها، لان انا كان عندي على الموبايل آه
هو موجود عندي على الموبايل برضو، وفتحت عن طريقه ملف اكسل اللي كان جاي لي على الايميل، واشتغل عادي جدا بالكولوم والروز، يعني انا شايف ملف اكسل، بس طبعا ما اقدرش اعمل اديت عليه، او بمعنى اصح مش الايديت بتاع الاكسل. يعني انا ممكن ادوس هنا واكتب، تمام، بس مش هيبقى زي الايديت بتاع الاكسل، تمام، مش هيبقى زي ده، مفيش الاوبشن بتاع ده اللي انا اقصده. بس ان انا اعدل عليه، انا ممكن اعدل عليه. يعني انا لسه ماضي عقد شغل بنفس الطريقه اللي انا عاملها دي. جالي العقد، فتحته ودوست على في العلامه هنا اهي، دي بتاعت الايديت، دوس عليها واهو. بعد كده اختار بقى من هنا انت عايز تعمل ايه. الشريط اللي فوق ده مثلا ده بتاع التكست، واهو معتصم اهي. ولما اجي ادوس كانسل، هتفضل معتصم موجودة برضو، وما فيهاش اي حاجة. بس كده. ممكن اجي عليها كده واقول له ديليت لو انا عايز الغيها. تمام، انا مضيت على كذا عقد عن طريق البرنامج ده لما اتطلب مني ان انا امضي. المهم ايه تاني؟ ادي الوورد اهو، اوبن ويز. برضو انا خدت كام سطر كوبي كده من الكتاب الانجليزي اللي هو كان بيقراه ده، واهو نفس الموضوع برضو اراها وكل حاجة شغالة زي الفل. تمام. آه هنا عشان الجزء اللي انا كتبته ومسحته، فبيقول لي اللي هو عايز تحفظه ولا عايز تلغي التعديلات ولا هتعمل ايه. فانا قفلته عشان خلاص انا يعني بعد الفيديو ده همسح الملفات دي كلها. آه هو المفروض ان هما دي شركة ليها موقع سودو اهو. ده الموقع اهو، تمام. وليه ابلكيشن ان انا يعني احمله على الويندوز اهو، موجود على الموبايل والتابلت، وموجود نسخة على النت، وموجود نسخة على المتصفح انا اسف، وموجود له اكستنشن كمان، دي اللي هي الاضافة بتاعت المتصفح. وموجود على الويندوز اهو، للموبايل والتابلت، للاندرويد والويندوز. وموجود هنا في الستور زي ما قلت لكم. بس كده. يا رب هو الفيديو طول شوية، يا رب الفيديو يعجبكم وتشرفوني بالاشتراك في القناة، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. أشوفكم على خير. سلام عليكم.